السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واحدة بتقول لي إن بنتها اتجوزت ابن عمها، فسلفها كان هيجوز الولدين مع بعض في وقت واحد. الكلام ده من زمان يعني بتحكي لي. الراجل هيناسب أخوه وواحد تاني غريب، يبقى ولد هياخد بنت عمه والولد التاني هياخد بنت غريبة منهم، غريبة عنهم. فراح جاب للبنت الغريبة 80 جرام ذهب، أما بنت أخوه عايز يجيب لها دبلة وخاتم بس. طب ازاي البنتين هيقعدوا في قاعة واحدة جنب بعض وده يفضل يلبس في عروسته 80 جرام والتاني دبلة وخاتم؟ البنتين جنب بعض، لكن لو كانوا في سنوات مختلفة أو أيام مختلفة كانت تتبلع. إنما الولدين والبنتين يبقوا في قاعة واحدة والبنتين جنب بعض، واحدة تلبس والتانية لأ، تيجي ازاي؟ يقول لأخوه: انت أخويا وأنا متعشم فيك، متعشم فيا. ايه العشم؟ يعني ايه عشم؟ انت علشان متعشم فيا تهدر حق بنتي للدرجة دي؟ مش حقها وبس، ده حقها وكرامتها. ازاي البنتين يبقوا قاعدين جنب بعض في كوشة واحدة، واحدة تلبس ذهب ولا التانية لا؟ لا، وكمان الولد ده يدخل بأربع أوض والولد ده يدخل بأوضتين، تيجي ازاي؟ في نفس الوقت برضو الاتنين هيدخلوا في ليلة واحدة، واحد يفرش 4 أوض ويجيب 80 جرام والتاني يفرش أوضتين ويجيب له دبلة وخاتم، تيجي ازاي؟ التفرقة في الأولاد حرام. إنك تتعشم في أخوك وتاكل حقه وحق بنته حرام. كسر الخواطر حرام، لما تكسر بخاطر البنت بالطريقة دي حرام. يعني ايه عشم؟ يعني انت علشان اخويا تتعشم فيا وتاكل حقي؟ طب تيجي ازاي؟ طب ما احنا بلاش من النسب ده، بلاش منه خالص. المهم هم هدوا الموضوع و... وعملوا يومها دي 50 ودي 50 والموضوع مشي كده. يبقى المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم عدل. يعني ايه؟ انا نفسي افهم الناس اللي هي بتفهم عني انا في الكلام والحاجات دي، يفهموني يعني ايه عشم. انت عشان تتعشم فيا تعمل كده؟ طب ازاي يا عم؟ انا مش عايز العشم ده ولا النسب ده. انا عن نفسي الحاجة نورة لا احب نسب الاهل ولا اناسب واحدة جارتي ولا اناسب اي حد خالص يكون يعرفني وواخد عليا. لا، محبش حد يكون واخد عليا ويتكلم معايا كلمة تجرحني. لا يمكن، لا يمكن، لا تناسبه ولا تشاركه. اما نكون بعيد عن بعض هنبقى حبايب على طول، لكن المشاركة والحاجات المادية بتزعل الناس من بعض. النسب بيزعل الناس من بعض. اللي يحب واحد لا يناسبه ولا يشاركه. والله هو ده الحقيقة، هو ده الكلام المظبوط.
علشان انت بتحبه، حافظ على حبك ليه، اوعى تناسبه. صح ولا انا غلطانة؟ والله ده رأيي انا، معرفش رأيكم ايه. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.